اهلا بيك في UFC 319 في شيكاغو بالتحديد، في ساحه بتضم حوالي 20,000 متفرج، كلهم بيتكلموا في نفس الوقت، اصواتهم في كل حته وكل الناس قاعده مستنيه حاجه واحده بس، الحدث الرئيسي. كل الناس كانت بتتكلم عليه الاسابيع، ودلوقتي جه وقت الحقيقه عشان يعرفوا الاجابات بتاعت اسئلتهم. جوه نفس المبنى ده كان في شخصين بتدور عليهم القصه دي، واحد هو البطل حامل الحزام واللي اكبر اسماء في منظمه UFC ما قدرتش تقف قدامه، والتاني هو المتحدي للبطل وهو مقاتل ما خسرش ولا نزال لغايه النهارده. لكن في ناس كتير جدا بتشكك ان هو مش هيستحمل قدام البطل الحالي. ولما جه الوقت طفت الانوار وسكت معاها كل صوت كان بيتكلم في المكان. 20,000 شخص سكتوا وهو مستنيين بترقب دخوله. وبعد مدة طويلة من الصمت ظهر المتحدي حمزات شمايف، بني آدم طويل وملتحي وندبة كبيرة باينة في نص وشه معدية من بقه. ما كانش شكله بني آدم مقاتل، لكن شكله كان عامل زي الديب اللي داخل يفترس فريسته. حمزات مقاتل من الشيشان، شخصية متشكلة من عشرات السنين من التمرين المستمر بالذات المصارعة. لسنين طويلة كان المكان اللي هو عايش فيه كان الجيم، ومش عايش فيه يعني اللي هو بيروح يتمرن فيه طول الوقت، بينام فيه وبيصحى فيه وبيتمرن فيه. كل اللي حواليه هو بساط المصارعة وسندباجات البوكسنج. كل حلمه هو ان كان ينضم لليو اف سي ويخرج عيلته من الفقر في يوم من الايام. كان محافظ جدا على صحته لدرجة ان هو ما كانش بيخرج من البيت عشان ما يجيلوش برد حتى، وعشان كده في الليلة دي في شيكاغو ما كانش ده مجرد قتال بالنسبة له، لكن ده كان الحاجز الوحيد اللي بينه وبين ان هو يحقق الحلم اللي حارب عشانه طول عمره. ودخل قدامه البطل حامل الحزام دريكس دوبليسي في وسط ترقب ونبضات قلب سريعة وتوتر من اللي هيحصل في أول لحظة في النزال. ابتدى الماتش، جه وقت الحقيقة وابتدت المباراة. وفي أول 8 ثواني أول ما خصمه رفع رجله حمزات قام واخد خطوة واسعة وقام نازل مهاجم رجليه. ده توقيت مناسب جدا لان هو عارف ان خصمه مش هيقدر يرجع لورا لان وزنه كله محطوط على رجل واحده. وفي اللحظه دي هينزل بركبه على الارض تحت خصمه ودماغه مرفوعه لفوق. ده هيحميه من الخنقات اللي ممكن خصمه يخنقها له، وهيلف بشكل دائري عشان ما يسمحش لخصمه ان رجله توزنه. ومن هنا يبقى سجل اول تيك داون بعد اول 8 ثواني في المباراه. هنا الفرق الشاسع ما بين حمزات ودوبليسي في مستوى الجوجيتسو والمصارعه هيبان جدا. واول غلطه دوبليسي هيعملها انه هيخلي حمزات يقدر يمسك بدراعه الشمال دماغه وهيحط ايده اليمين على وسط خصمه. انك تحط ايدك على وسط خصمك عشان ما ينزلش عليك دي غلطه من الغلطات الشائعه للمبتدئين، والمشكله انه صعب انك تشيل جسم بني ادم بدراع واحد. وانا اتعلمت الصح لما كنت بلعب مع فاجنر روخا، اسم مقامه في الجوجيتسو كبيره جدا، لقيته ما كانش بيمنعني من وسطي لكن حاطط ايده في نص كوعي عشان يمنعني ان انا امسك دماغه. ودي الفكره الاهم، ما ينفعش ان خصمك يمسك دماغك لانه جسم الانسان عامل زي السلم، لو مسك دماغك من فوق ده معناه ان هو هيقدر يتسلقك. الغلطه اللي بعدها دوبليسي يمسك دماغ حمزات بعد ما عدى رجليه بدراعه الشمال ويحاول يفعصها. ده مش هيفيده في اي حاجه، مش هيسمح له ان هو يخنقه، مش هيسمح له ان هو يتحكم فيه، مش هيسمح غير لحمزات ان هو يبتدي يعمل عليه ضغط او بريشر ويبتدي ان هو يخنقه. وفي خنقه مشهوره جدا شهرها مقاتل جميل اسمه اوفن سامبرو اسمها فون فلوتشوك، بتعتمد على ان خصمك يكون ماسك دماغك بالطريقه دي وبكتفك بتقوم محمله على رقبته من الناحيه التانيه فتقطع الدم عن الدماغ وبالتالي خصمك ينام. وحمزات هيبتدي ان هو يعمل الضغط ده لكن دي بي هيقوم لاحق نفسه ويقوم فكك بدراعه بسرعه. الجزء الثالث حمزات هيقوم نايم على جنبه ويعمل سايد كنترول او تحكم من الجنب، ومن هنا هيبتدي ان هو يفرد بدراعه دراع خصمه ويعدي بركبتينه الاتنين حوالين المفصل بتاع الدراع. ده بيسمح له ان هو يثبت الدراع في الارض. من زاويه تانية نقدر نشوف ان وسط حمزات واطي لانه لو عالي دراع دوبليسي هيقدر يهرب من تحتيه، لكن هو موطي وفارد جسمه عشان دراع دوبليسي ما يعديش من تحتيه. ده كده لدراع دوبليسي اليمين. اما بالنسبه لدراع دوبليسي الشمال فهو ممسوك بمسكه اسمها اندر هوك، ودي مسكه معتمده على ان هو محاوط كتف خصمه بدراعه، ومن الناحيه الوحيده اللي ممكن دراعه يهرب منها هو موطي دماغه لتحت اكنه ساجد عشان دراعه ما يطلعش بره. وبكده يبقى هو عمل حركه او تكنيك في الجوجيتسو اسمه كروسيفكس او الصلب. ده بيسمح لك انك تثبت الدراعين بشكل صليب ووزنك بيكون على صدر خصمك، فكل ما تضرب برجليك ووسطك لفوق خصمك ما بيترميش من فوقك. لكن القتال كده ما اتحسمش ودي لسه مجرد اول جوله، والاستراتيجيه بتاعت حمزات ان هو لازم يستمر في الضغط على خصمه بحيث ان هو يكسب. الجولة التانية تبتدي، وفي أول الجولة التانية دوبليسي يبتدي يهاجم على حمزات يتراجع وفي لحظة واحدة يقوم نازل تاني ماسك رجلين خصمه، واللي بعد قتال صغير يقدر يتملك من وسط خصمه تاني ويبتدي إن هو يجبره إن هو يكون لازق في القفص. وهنا نشوف إن حمزات واقف عند ظهر دوبليسي محاوط إيديه بوسط خصمه ومحمل بصدره وكتافه على الظهر. ده بيخلي إن كل ما دوبليسي يحاول يقوم حمزات يجبره إن هو يسند بوزنه كله على دراعاته الاتنين. لو تلاحظ دوبليسي إيديه مش هتسيب الأرض لأن وزن حمزات فوق ظهره. التكنيك ده هيستمر ال5 دقايق كاملين لطول الجولة التانية. حمزات قاعد فوق ظهر دوبليسي ودوبليسي شايل وزنه ووزن حمزات فوقه وقاعد بيتضرب، ولو حاول ان هو يعمل اي حركة عشوائية هيتخنق في ثانية، فهو مضطر ان هو يصبر ويستنى يا اما يخاطر ويكشف رقبته وهو بيحاول يقوم، وبالتالي حمزات هيكسب الجولة التانية.
دلوقتي الجولة الثالثة، واضح جدا ان تداعيات الضغط المستمر لمدة جولتين ابتدت تبان على البطل. بعد اول 12 ثانية تقريبا حمزات هيقوم نازل تاني على رجلين خصمه، حاطط ظهره في القفص واخده على الارض تيك داون تاني. الصراحة التيك داون دي كانت مرعبة ملهاش حل. الطريقة اللي دوبلسي بيقع بيها عاملة زي ما اكنك ماسك طفل وقاعد بتلعب بيه. وهنا دوبلسي هيحاول ان هو يهرب بكل الطرق الممكنة، لكن حمزات وراه ماسكه من وسطه وعمال يوقعه يمين وشمال ويجبره ان هو يبقى على الارض في المكان اللي هو اضعف فيه من حمزات بكتير، وحمزات له السلطة العليا فيه. دي استراتيجية ذكية جدا. الحكمة في اللعب انك تجبر خصمك ان هو يكون في المكان اللي هو اضعف فيه مش في المكان اللي هو اقوى فيه. وهنا هنبتدي نشوف الكروسيفكس او الصلب تاني. حمزات هيقوم حابس دوبلسي للمرة التانية في هذا المنظر، ويبتدي ان هو ينهال عليه بالضربات والكيعان. ربنا ما يوريك، ولا انت عارف تحمي نفسك ولا انت عارف تريح رقبتك، لان دوبلسي موطي دماغه بيحاول ان هو يستخبى في جسم خصمه، وده معناه ان عضلات رقبته شاده وعمال يرفص برجليه ومش عارف يعمل اي حاجه. انت مربوط وواحد قاعد بيعذبك. وبعد 5 دقايق من التعذيب تنتهي الجوله الثالثه ونخش في الجوله الرابعه. في المرحلة دي الناس كلها فاهمة اللي بيحصل. حمزات بيمرمغ بكرامة دوبلسي الأرض، ودوبلسي لو معرفش يوقع خصمه قاضية هيخسر مهما عمل. في الحالة دي تحس إن دوبلسي كان بيحاول إن هو يفرفش نفسه ويخلي الجمهور كده يغنيله ولا يهتف باسمه ولا أي حاجة، لكن ما أعتقدش إن هو كان مبسوط. وفي أقل من 20 ثانية دوبلسي هيكون واقع على الأرض تاني بعد ما حمزات يخش وياخده تيك داون. لاحظ إن حمزات لما بيشوط أو بينطلق ناحية الرجلين بتاعت خصمه بينزل يمسك رجليه وعلى طول بيطلع بإيديه ناحية الوسط. ده بيحمي إن خصمه يزق دماغه على الارض ويخليه يبقى عرضه للضرب، وبيخليه قريب من الجذع او من الوسط بحيث ان هو يبقى جزء ملتصق في خصمه ما يقدرش خصمه يهرب منه. وفي خلال الراوند دي هيوقعه حوالي 3 مرات، وبعد كده يبتدي يحبسه تاني تحتيه، وهنا الحكم هيتدخل ويوقفهم. وانا شايف ان ده كان قرار وحش جدا من مارك جادارد. المصارعه جزء من الام ام اي، ومش منطقي ان انت توقفها وترجعهم يقفوا تاني. تخيل لو دوبلسي قام قايم وقام موقع حمزات قاضيه، لو خصمه قادر ان هو يطلع كان طلع، بس هو ما طلعش. ولو حمزات بيتفادى القتال مع خصمه فكنا قلنا ماشي، لكن ده مش ستولينج، ده تحكم كامل وتام في جسم خصمه. anyway خلينا نخش نكمل اللي بعد كده ونشوف اللي حصل ايه. بعد ما الحكم وقفهم على رجليهم، حمزة عمل نفس المهمة تاني وقام نازل واخد خصمه تيك داون او اسقاط للمرة الخامسة في الجولة دي تقريبا، مش متأكد. وبعد كده يرن الجرس بنهاية الجولة الرابعة. الجولة الأخيرة، الجولة اللي على أساسها هيتحدد كل النزال. حتى لو في آخر جولة واحد منهم وقع الموضوع هيتغير 180 درجة. فيلا نشوف هيعملوا إيه. أول 20 ثانية حمزات بيعمل نفس التكنيك، ينزل يمسك رجل خصمه، بعد كده يطلع يمسك بودي لوك أو يمسك من وسطه، وبعد كده يقوم موقعه على الأرض ويبتدي يتحكم فيه من السايد كنترول. من هنا هيبتدي إن هو يعدي لكروسيفكس أو صلب تاني ويبتدي إن هو يضربه، وفي الآخر خصمه يبتدي إن هو يهرب. في اللحظة دي دوبلسي بيحاول إن هو يهرب بكل الطرق الممكنة، ما بقاش في وقت تاني يقدر يعمل فيه حاجة. هيحاول مرة وحمزات هيجبره إن هو يقع. في المحاولة التانية وبحركة عشوائية هينجح ان هو يطلع من تحكم حمزات، ودي هتبقى من اخطر اللحظات اللي حمزات هيبقى فيها في المباراة. لكن بعد ثواني قليلة جدا وقبل ما دوبلسي يلحق يعمل اي حاجة، حمزات هيقدر ان هو يستخدم الجوجيتسو بتاعه صح، يطلع لبوزيشن اسمه دوج فايت، وده بان هو بيمسك وسط خصمه ويبتدي يقوم على كوعه، ومن هنا هيقدر ان هو يقلب خصمه وينزل فوق المرة الالف. وهنا البطل وحامل اللقب محبوس ومش عارف يتصرف ازاي، وهيجي ينقذه الحكم للمرة التانية ويقومهم عشان يدي فرصة اخيرة للبطل ان هو يكسب. اخر دقيقة دوبلسي هيبتدي ان هو يهاجم حمزات بكل ما اوتي من قوه ويوصل له كذا ضربه. هنا حمزه هيحاول ان هو يقلب دوبلسي، بس مش هيكون من وضع متحكم كويس، فدوبلسي هيقدر ان هو يقلبه وينزل فوقه فول ماونت، وتنتهي المباراه بفوز حمزه بفارق عملاق 529 ضربه، 12 اسقاط، و21 دقيقه و40 ثانيه من التحكم في المباراه. المشككين كانوا بيقولوا ان حمزه مش هيستحمل اكتر من جولتين 3 في المباراه دي، وان هو نفسه بيقطع بسرعه. اداؤه في المباراه دي اثبت ان هو ممكن يمسك بطل عالم يتحكم فيه لمده نص ساعه من غير ما يتعب. حمزات كان عامل زي التمساح اللي مسك الاسد وخده تحت الميه. الاسد ولا هو عارف يتنفس ولا هو عارف يدافع عن نفسه ولا يهرب، واجبره ان هو يمشي بالقوانين بتاعته، وده في حد ذاته ذكاء استراتيجي مفيش زيه. الحكام سجلوا المباراه دي ب50 نقطه لحمزات و44 نقطه لدوبلسي. ولو انت مش فاهم ليه دوبلسي واخد 44 نقطه، فهي حسبه بسيطه جدا. الراوند اللي بتتكسب بتبقى 10 للفائز، والخسران بياخد 8 نقط. لما تضرب 5 في 10 يبقوا 50 نقطه لحمزات. مفيش حاجه تخلي بني ادم يتحكم في بني ادم تاني بالمنظر ده الا الخبره العمليه والعلميه الرهيبه ما بين الاثنين. وبس يعني حاولت اخلي الحلقه دي بطريقه مختلفه، وحاولت ان انا اخلي الموضوع سرده يكون بطريقه كأنها قصه شويه. لو انت اتبسطت من المحتوى واستفدت منه، احب ان انت تعمل سبسكرايب. شكرا جزيلا ان انتم موجودين لحد دلوقتي، واتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا. اشوفكم ان شاء الله قريب.